يا أخي حتى حين نتأمل في العلاقات الإنسانية من النبل أن يقدر المرء جهود الآخرين وأن يشكرهم فيما صنعوا له. تخيل أن شخصا استفاد من أوقاته وجهود الآخرين لمصلحته الشخصية ثم لا يجدي لهم معروفا ولا يرد لهم جميلا. ألن يكون ذلك مثالا للشخصية السيئة ناقصة الأخلاق؟ ذلك ومن لا يشكر الله. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وحق له أن يتعجب حين قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو فطن لا يدع للشيطان ثغرة ينفذ منها إليه في فرحه وترحه وحتى فيما بينهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. السلام عليكم.